بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة سريعة، أكلة جميلة، أكلة كلنا بنحبها. هنعمل مع بعض الفراخ المشوية في الفرن بالتتبيلة الرهيبة، تتبيلة روعة، تتبيلة تحفة جدا، هتعجبكم وهتتعمل في دقايق، مش هتاخد مننا أي وقت. لو انت مكسلة تعملي اي اكل، هتعملي الاكلة دي، مش هتاخد منك اي مجهود ولا هتاخد منك اي وقت. مع بعض هنشوف مقادير التتبيلة. معايا هنا اهوت طماطم متقطعة، ومعايا بصل، ومعايا فلفل رومي او فلفل حامي زي ما انت بتحبي، ومعايا هنا اهوت توم، ومعايا طبعا فلفل اسود وبابريكا وكمون وكزبرة والملح. كل دولت هنضربهم في الخلاط. دي التتبيلة بتاعتنا، مش هتاخد مني اي وقت خالص خالص. وهجهزها وهضربها في الخلاط اهوت. حطيتهم كلهم مع بعض اهي. كده معايا التتبيلة جاهزة، ضربتها وهو دوت شكل التتبيلة. طبعا بكون مجهزة الفراخ ومغسولة كويس. مش هتاخد منك اي وقت خالص، طريقة سهلة جدا وطريقة بسيطة. طبعا بحط هنا اهوت ربع كوباية زيت على التتبيلة. هي كده جاهزة خلاص. بجيب بقى الفراخ طبعا بنعملها كده زي ما احنا ايه هنشوف، عشان التتبيله ايه، الفراخ تشرب التتبيله اللي انا عاملاها اهيت. يا دوب بس ايه بفتحها بس ايه، عشان ايه التتبيله كلها ايه تخش في الفراخ اللي انا مقطعاها. طبعا بعمل التتبيله ديت. بنحط الفراخ من ساعتين لثلاث ساعات، وبسيبها كده لغايه ما تتشرب كل التتبيله قبل ما احطها في الفرن اهي. كده انا كده فتحت كل الفراخ اللي معايا اهيت، وهبتدي اجيب التتبيله، وهحط كل الفراخ اللي معايا في قلب التتبيله ديت لغايه ما تشربها كلها. وزي ما قلنا من ساعتين لثلاث ساعات حطيها في التلاجة قبل ما نستخدمها. حبايبي، يعني ما تنسونيش في اللايك. ان شاء الله الطريقة تعجبكم. واللي اول مرة يشوف قناتي، اتمنى من كل قلبي الاشتراك في القناة، تدعموني وتشرفوني وتنوروني. طبعا القناة مش هتكبر الا بيكم والا بدعمكم ليا. طبعا هنا زي ما احنا شايفين، انا هنا الفراخ حطيت التتبيلة عليها اهوت. طبعا هتتحط في التلاجة حوالي 3 ساعات. لو عايزة تحطيها اكتر حطيها، هي كل ما تقعد اكتر يعني يكون يعني افضل. طبعا بتكوني بقى مجهزة البصل الشرايح والطماطم والفلفل واي بقى خضار عندك بطاطس، عندك بسلة، عندك كوسة، اي حاجة مع يعني موجودة عندك، ممكن بقى ايه نحطها ايه مع الفراخ وهي بتتشوي في الفرن. هنا اهوت انا حطيت شوية من التتبيلة اهوت في الصينية. التتبيلة اللي انا عاملاها حطيت اهوت شوية في الصينية اللي انا هحط فيها الفراخ. وهبتدي بقى ايه احط البصل والفلفل والطماطم وانا هنا كان عندي بطاطس قطعتها شرايح حطيتها برضو اهيت. انش بقى موجودة عندك زي ما قلنا، اي حاجة موجودة عندك حطيها مع الفراخ. مش هتاخد منك وقت خالص ولا مجهود واكلة جميلة مع رز بشعرية، مع رز ابيض، مع رز اصفر، زي ما انت عايزة يعني. وبالهنا والشفا. اتمنى طبعا ان الطريقة تكون عجبتكم. طريقة سهلة جدا، وان شاء الله تعملوها وتعجبكم. وما تنسونيش في اللايك الحلو اللي بيشجعني، والكومنتات الجميلة بتاعتكم. ويا رب كده القناة تكبر، واشوف كده اشتراكات كده منكم كده تشجعني وتخليني اكمل، يعني اطلع وصفات كويسة وفيديوهات كويسة تعجبكم ان شاء الله. هنا دلوقتي هجيب بقى الفراخ ابتدي ارصها. طبعا هنا الفرن بتكون هنا يعني مش شغالاها،
ممكن اخدها يعني ايه، يعني غلوتين كده فوق على البوتاجاز من فوق. بعد كده ايه ابتدي ايه انزلها في الفرن، او لو عايزه تحطيها في الفرن ايه حطيها، بتحطيها تحت وبعد كده بتطلعيها على الشبكه. اهي ابتدي ارصها كده. طبعا انا مجهزه الفرن زي ما قلت لكم، شغلاها. لازم الفرن تبقى شغاله، تبقى النار ايه على 180. اهي ابتدي بقى احط كده ايه التتبيله ايه على الوش كده، عشان تديني بقى الايه الوش الاحمر ايه الجميل اللي بيبقى ايه على الفراخ المشويه. عايزاكم بقى في الكومنتات كده تقولي لي ايه رايكم. انا كده ايه دخلتها في الفرن وهي وطلعتها استوت. شايفين الوش عامل ازاي اهوت، والبطاطس مستويه، ويعني حاجه كده طعم تحفه تحفه، والريحه بتاعتها تجنن، جميله جدا اهيت. وكده يا حبايبي طبعا الوصفة يعني كده خلصت، والفيديو بتاعنا خلص النهاردة. اتمنى ان الوصفة تنول اعجابكم، وتكون ان شاء الله تجربوها. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والى اللقاء في وصفة جديدة وفيديو جديد.